السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم في وصفه جديده. وصفه اليوم غادي تكون عباره عن كيك بالقرقاع والشوكولات اللي كتجي اكثر من رائعه ديال هذا البرد مع شي كويس ديال القهوه سخون. يا سلام، نتمنى تجربوها بطريقه صحيه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو، عندي هنايا 4 ديال البيضات من طبيعه الحال اللي غادي يكونوا بلديين. ثم عندي 4 المعالق كبار ديال عجينه ديال التمر. عجينه التمر تقدروا تعوضوها بالعسل. ثم غادي نضيف ملعقه كبيره ديال بودره الكاكاو المر، وغادي نضيف هنايا 2 كيسان ديال يوغورت طبيعي بدون سكر. انا هنا كنستعمل يوغورت ديال الماعز. ثم عندي نص كاس ديال الزبده من اصل حيواني. هاد الكيك تيجي بنين بزاف كما كتشوفوا، راه المقادير اللي فيه من طبيعه الحال غادي يكون بنين. فيه البيض البلدي، فيه التمر، اليوغورت، بودره الكاكاو المر، غادي يكون يعني اكثر من رائع. والقرقاع وشوكولاته غنيه، يعني شوكولاته سوداء. غادي نضربو بلا جيغا في هذا الشيء. نقدروا نديروا كلشي في الخلاط الكهربائي ونطحنوه. ثم غنضيف ملعقه كبيره ديال بيبيت شوكولا نوار. ثم غنضيف 2 معالق كبار ديال القرقاع مطحون او المهرمش عذرا، وملعقه صغيره ديال الخل. وغنضيف 7 ديال المعالق ديال فرينه بلديه، فرينه بلديه بالنخاله رقيقه. سبعة المعالق ما يكونوش عامرين. وعندي هنا 16 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. وغادي نكملو التخلاط بالطراب كهربائي اولا بالطراب يدوي. من بعد ما كنخلطوا الخليط مزيان غادي ناخذوا المول ديالنا. انا خديت هنا المول العجيب، درت دهنته بالزبده ودرت ليه بودره ديال الكاكاو المر كما كتشوفوا. وغادي نصب الخليط ديالي بشويه يعني، ونحاولوا نسرحوه في المول كامل. الفران غادي نسخنو على 180 درجه الفوق والتحت، وغادي نحطوه من طبيعه الحال في السكه الثانيه اولا في الدرجه الثانيه ديال الفران حتى كيطيب الكيك ديالنا. وغادي نخليوه حتى كيبرد، عاد غادي نديموليوه. لكم غادي ندخلوه للفران وندوزو نحضروا الصوص. عندي هنايا 100 غرام ديال الحليب مع 150 غرام ديال الشوكولاته سوداء، نديروها فوق النار حتى كنحصلوا على صوص كما كتشوفوا تكون خاطره وعاقده. وغادي نصبوها من بعد ما كتبرد، غادي نصبوها في الوسط ديال الكيك وغادي نخليوها في الثلاجه حتى كتعقد مزيان، وندوزو باش نزينوها. وهذا هو الشكل الاخير ديال الكيك ديالنا. نتمنى يعجبكم وتجربوه وتخليو لي الراي ديالكم في التعليقات، وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده. كيك صحي ولذيذ بشوكولا وقرقاع كيف قلت لكم ديال هذا البرد. تقدروا تنسموه كذلك حتى بالكافي. وشكرا على المشاهده، الى فيديو اخر ان شاء الله.